مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل الكشري بالطريقة المصري. تعالوا نشوف المقادير. كوبايتين عدس بجبة تقريبا 350 جرام. بنختار العدس الغامق الصغير شوية. كوبايتين رز طويل الحبة، ممكن نستخدم الرز القصير الحبة اللي هو المصري، بس هنقلل كمية المية. دول تقريبا 350 جرام. كوبايتين مكرونة اللي هي المقاس الصغير، دول تقريبا 300 جرام. مع الرز هضيف شعرية، دول نص كوباية تقريبا 40 جرام. بصلة صغيرة متقطعة قطع صغيرة 100 جرام برضو هحطها مع الرز. وحوالي 3 معالق كبار زيت أي نوع. وتقريبا 3 كوبايات مية، ممكن أكتر عشان أنا ضايفة شعرية. وانا بسوي الرز هنشوف هنحتاج مية قد ايه. قالب مرقة هضيفها على مية الرز، وتقريبا معلقة صغيرة ملح. ده بالنسبة للرز. بالنسبة للصلصة اللي هضيفها على الكشري، دول تقريبا كوبايتين صلصة طماطم اللي هي الكراشت، او ممكن صلصة طماطم متسبكة عادية. هضيف عليها كوباية مية علشان صلصة الكشري لازم تبقى خفيفة شوية. حوالي حبة طماطم صغيرة متقطعة قطع صغيرة جدا هضيفها على الصلصة وهي بتستوي. هتبلها بمعلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة سكر، نص معلقة صغيرة ملح، وحوالي فصين توم مدقوقين ناعم. ده بالنسبة للصلصة. بالنسبة للدقة، كوباية مية عليها نص كوباية خل، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا عشان تديها لون أحمر، ونص معلقة صغيرة فلفل شطة، معلقة صغيرة ملح، وفصين توم كبار مطحونين ناعم. ده بالنسبة للدقة. في الآخر هزوقه بكوباية حمص. ده علب مستوية جاهزة، صفيتها كويس قوي وشطفتها. في الآخر هزوقه ببصل محمر. دول تقريبا نص كيلو بصل قطعته شرايح، ورشيت عليه معلقة كبيرة خل ومعلقة صغيرة ملح. هغطيه دلوقتي واسيبه شوية قبل ما احمره، تقريبا ساعة. تعالوا نشوف الطريقة. قبل ما ابتدي اسوي المكرونة او العدس او الرز، هجهز الاول الصلصة والدقة والبصل. بالنسبة للصلصة هحط كل المقادير عليها، والسكر والكمون والملح. ممكن احط عليها معلقة واحدة زيت، مكترش. صلصة الكشري لازم تكون خفيفة، هي كده تقيلة شوية، لكن لما احط لها الطماطم ممكن تبقى اخف. هحطها دلوقتي على نار هادية، ومن آن لآخر اقلبها عشان ما تتحرقش. بالنسبة للدقة انا حاطة هنا تقريبا كوباية مية. الدقة اللي هستعملها لو فضل منها ممكن تتشال، لان فيها خل وملح فمش متوقع انها تفسد. هحط لها الثوم وبقية المقادير، الملح والشطة والبابريكا والكمون والكزبرة. ممكن الاستغناء عن البابريكا، لكن هي بتديها لون حلو. بعد كده اكمل بحوالي نص كوباية خل، اقلبها واسيبها دلوقتي لحد ما اخلص. بالنسبة للبصل هو كده تقريبا نزل ميته زي ما احنا شايفين. هشطفه دلوقتي من الملح والخل اللي فيه، واقليه دلوقتي على طول قبل ما ابتدي اكمل الكشري. في نفس الوقت هغسل دلوقتي العدس واصفيه وابتدي اسويه. علشان البصل يكون مقرمش زي اللي بنشوفه في المحلات، لازم احمره في زيت غزير، وفي نفس الوقت على نار عالية. استنى الاول لما الزيت يسخن وبعد كده احط البصل.
والبصل انا غسلته وصفيته كويس قوي من الميه. هو كده تقريبا ساخن. هحط على طول البصل واقلبه على طول باستمرار. في نفس الوقت هجيب حلة متوسطة احط نصها مية واحط لها معلقة كبيرة ملح، وبعدين احط عليها العدس واستنى لما تغلي. اكون مجهزة طبق فيه مناديل مطبخ عشان هحط عليه البصل. في نفس الوقت هبتدي اسلق المكرونة. هجيب حلة كبيرة شوية واملى نصها مية واحط عليها معلقة كبيرة ملح ونص واستنى لما تغلي، وبعد كده احط المكرونة. زي ما احنا شايفين الصلصة غليت. ههدي النار خالص علشان الصلصة ما تبقاش سميكة وفي نفس الوقت الطماطم تستوي. وطبعا من آن لآخر اقلبها. زي ما احنا شايفين العدس غلي. ههدي النار خالص واسيبه يستوي على نار هادية وغطيه. هو تقريبا كده البصل خلص. هطفي النار واشيله على طول واصفيه. واحاول افرده في الطبق كده عشان يتصفى كويس من الزيت. مية المكرونة غليت. هحط المكرونة واقلب على طول لحد ما تغلي تاني. بعد كده هدي النار على النص واسيبها لحد ما تستوي واصفيها. هطفي دلوقتي على الصلصة. زي ما احنا شايفين خفيفة مش تقيلة. ممكن ادوق الملح لو لقيته محتاج ممكن اضيف. هبتدي دلوقتي اسوي الرز، بس قبل ما اسويه الاول هغسل الرز واصفيه كويس قوي. في نفس الوقت هجهز حلة متوسطة اللي هي تكفي الرز، وحلة تانية صغيرة هحط فيها مية الرز تغلي وانا بجهز البصل والشعرية. هحط كل كمية المية وعليها معلقة صغيرة ملح وقالب المرقة. عبال ما تغلي أكون بحمر البصل والشعرية. في حلة الرز هحط تقريبا 3 معالق كبار زيت، وعلى طول أحط البصل الصغير المقطع وأبتدي أحمره. أرش عليه شوية ملح صغيرين قوي. هنا الملح بيساعد على تجانس لون البصل. زي ما احنا شايفين العدس استوى. هصفيه دلوقتي وافتح عليه مية الحنفية ربع دقيقة بس عشان خاطر بس ينزل المية بتاعته. زي ما احنا شايفين البصل قرب يتحمر. هحط دلوقتي الشعرية. اهدي النار عشان ما تتحرقش مني واقلبها على طول لحد ما تحمر لونها. هي كده احمرت. احط على طول الرز. طبعا الرز انا غسلته وصفيته. اقلبه شوية على نار هادية لمدة دقيقتين. كده عدى تقريبا دقيقتين على الرز. هصب عليها دلوقتي المية بعد ما غليت، بس اخلي بالي عشان المية سخنة والرز سخن في نفس الوقت، فاحاول اهدي النار على الاخر. بعد كده احط تحتيها شبكة او صفيحة وهدي النار خالص واغطيها واستنى عليها تقريبا 10 دقايق، لان انا متأكدة هتحتاج مية لان احنا حاطين شعرية. بعد 10 دقايق ممكن ازود شوية مية مغلية. زي ما احنا شايفين الرز استوى. اخد تقريبا 12 دقيقة وما ضفتش عليه مية. معنى كده الكوبايتين خدوا 3 كوبايات مية مع الشعرية. هغرفه على طول دلوقتي وهو سخن. بغرف الرز الاول واحط فوقيه العدس طبعا حسب الرغبة، وبعدين المكرونة والحمص، وبعدين الصلصة والبصل، واخر حاجة الدقة، بس اقلبها الاول قبل ما اغرف منها. واقدمها على طول وهي سخنة. ممكن اغرف بقية الاطباق كلها وتتشال مغروفة من غير ما اضيف الصلصة او الدقة،
وساعة التقديم أحط عليها الصلصة والدقة. زي ما احنا شايفين الطريقة بسيطة وسهلة جدا، حاولوا تجربوها وإن شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفا. أشكركم جدا وإلى اللقاء.